في كلام كتير على إن الصين هتسيطر على سوق السيارات في العالم الفترة الجاية، وهل فعلا نهاية العربيات الأوروبي قربت، خصوصا مع بداية عصر جديد للعربيات الكهرباء؟ سنة 2024 الصين بقت رسميا أكبر مصدر للعربيات في العالم، متفوقة على ألمانيا واليابان، وصدرت أكتر من 4 مليون عربية لدول أوروبية وأمريكا اللاتينية وآسيا. والكلام ده كان ليه 3 أسباب مهمة أوي. أولاً دعم حكومي كبير جدا من الحكومة الصينية. ثانياً تكلفة إنتاج أرخص بكتير جدا من أي دولة تانية. ثالثاً والأهم سلسلة كبيرة جدا من الإمدادات في الصناعات المغذية، من أول البطارية لحد أصغر قطعة في العربية. فاكر زمان لما كنا بنقول على العربيات الصيني إنها عربيات ورق وما فيهاش أي عوامل أمان؟ الكلام ده بقى خلاص راحت عليه. دلوقتي العربيات الصيني بقت بتخش اختبارات اليورو انكاب وبتجيب 5 نجوم عادي جدا، وكتير منها كمان بيتفوق على عربيات الماني وعربيات اوروبي في الامان وفي التكنولوجي. يعني القصه النهارده ما بقتش عربيه رخيصه وخلاص، العربيه الصيني بقت عربيه محترمه تقدر تنافس، وكمان سعرها ارخص بكتير. طب فاكر زمان لما كانت الصين بتعمل عربيات تقليد لعربيات الماني وعربيات اوروبي؟ النهارده الصين مش بس بتصنع عربيات، النهارده بقى في تقنيات مش موجوده غير في العربيات الصيني، والأوروبيين بيشتروها من الصين وأوقات تانية بيقلدوها. وأمثلة على كده كتير، أولهم بطاريات بليد اللي عملتها BYD، عمرها أطول وأأمن، ما بتتحرقش حتى لو اتخرمت، وفي نفس الوقت تكلفة إنتاجها أرخص بكتير، لدرجة إن تسلا نفسها بقت بتشتريها منهم. ونظام القيادة الذكية من إكسبينج أو هواوي ADS 2.0 بيتفوقوا بيه على تسلا في سيناريوهات كتير، أهمهم في الضباب وفي الزحمة. ونظام تبديل البطاريات من نيو، بدل ما تقف تشحن البطارية بتبدل البطارية في 5 دقايق، وكله بالاي اي. غير نظام الشحن فائق السرعة CATL اللي بتشحن فيه العربية في 10 دقايق بس، سواء الجو بارد او الجو حر مش بيفرق. وأنظمة تانية كتير زي السيلتو شاسيز، البطاريات اللي بتدخل الشاسيه مباشرة، اللي بتوفر وزن وبتدي أمان أكتر. النهارده الشركات الأوروبية بقت بتستورد التكنولوجي من الصين من غير ما تعلن عن ده بشكل كبير. فمثلا مرسيدس دخلت في شراكه مع BYD عشان يعملوا بطاريات للعربيات الكهرباء من مرسيدس، وفي نفس الوقت فولفو بتعتمد على جيلي بشكل كبير جدا في صناعه العربيات الكهرباء بتاعت فولفو، وبيجو وفيات بيعتمدوا على شركات صيني كتير في البرمجيات وفي انظمه الامان. وحط 100 خط تحت انظمه الامان اللي جايه من الصين. واغلب الشركات الاوروبيه النهارده بقت بتعتمد على الصين في صناعه عربياتهم النسخ الكهربائيه منها. جزء كبير من سبب سيطره الصين على صناعه العربيات الكهرباء هي ان الصين عندها سيطره شبه كامله على توريد الليثيوم والنيكل والمعادن اللي بتدخل في صناعه العربيات. يعني الدول الاوروبيه ممكن تصنع عربيه بس من غير بطاريه، وعشان كده اغلب الشركات الكبيره بما فيهم مرسيدس وBMW لازم تلجأ للصين عشان تعرف تصنع عربيه كهرباء. وهنا بقى السؤال، هل اوروبا فعلا خرجت من السباق والموضوع اتحسم لصالح الصين والاوروبيين هيبقوا زي نوكيا لما الايفون طلع؟ الحقيقه ان اوروبا لسه بتحاول من خلال بابين. الباب الأول هو فرض جمارك وضرائب على العربيات الصيني، والتاني هو استثمارات جديدة في مجال التكنولوجي زي مشروع نورث فولت اللي معمول في السويد لصناعة البطاريات. بس السؤال هنا، هل الحلول دي فعلا كافية؟ وهل عندهم الوقت اللي هيلحقوا فيه السباق؟ لأن الصين كل يوم عندها جديد في التكنولوجي، سواء في نظام شحن، سواء في عربيات جديدة، سواء في بطاريات جديدة. يعني لو هنتكلم بوضوح، في الكام سنة الجايين هتلاقي نفسك بتفاضل ما بين عربيات صيني بس وعدد قليل قوي من العربيات الأوروبي، اللي حتى لو بتقدم نفس المواصفات فمش هتكون بتقدم نفس السعر. بس يا سيدي، وكده يبقى خلص الكلام. سلام.